السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وراحة بال. النهارده بقى جايه لكم بوصفة بجد خطيرة، سهلة كده وسريعة، وبجد مش هتبطلوا تعملوها لانها مش هتاخد دقايق في تحضيرها. بصوا بقى، معايا جوز هند، ده اقل من ربع كيلو. وشوفوا بقى الربع كيلو ده هيعمل معانا مقدار قد ايه. وهنعمل بقى اللبن المكثف المحلى الاول. نجهزه كده، كان عبارة عن نص كوباية من السكر ونص كوباية من اللبن البودر ومكعب زبدة وربع كوباية من المية المغلية. حطيت الأول الزبدة والسكر وعليهم المية المغلية، ضروري المية تكون مغلية علشان الزبدة تدوب معانا والسكر كمان يدوب. والافضل ان السكر تحطيه باودر، بس انا ما كانش عندي، او بصراحة كسلت كده ان انا اضرب السكر، فحطيته كده زي ما هو والمية دوبته. اديتهم كده ضربة الاول بالهاند بلندر، وبعد كده ضفت عليهم اللبن البودر، وبقى عندي احلى لبن مكثف محلى. عملناه كتير قوي في القناة، وصفة سهلة ومش مكلفة خالص، يعني غير لو جبناه من بره. عندي بقى كمية جوز الهند اللي عندي دي، قلت لكم ان هي اقل من ربع كيلو. وحطيت بقى عليها اللبن المكثف، قلبتهم كده كويس قوي مع بعض لحد ما امتزجوا. سبتهم في التلاجة كده شوية لحد كده ما تشد شوية وتكون مسكت نفسها. هحضر بقى الشوكولاتة. معايا دي شوكولاتة بني بالحليب من سما. الشوكولاتة اللي بالحليب هتكون اطعم من شوكولاتة المطبخ العادية. وعلى فكرة ممكن نستخدم شوكولاتة دارك للناس اللي ما بتحبش سعرات حرارية كتير، بس برضو الوصفة مش هتكون صحية علشان فيها سكر. فعلى ايه بقى ناكل شوكولاتة مرة؟ هي مش هتكون مرة للناس اللي متعودة عليها، بس للناس اللي مش بتتقبل الحاجة من غير سكر لا، مش هتعجبها خالص. المهم يعني whatever نوع الشوكولاتة ايه، هنحطها في الميكرويف 20 ثانية في 20 ثانية. اهم حاجة بس في كل 20 ثانية هنطلعها نديها كده تقليبة علشان ما تخرصت مننا. وهنضيف لها شوية زيت من غير ما يكون ليه ريحة. بديل الميكروويف هنا ممكن نحطها على حمام مائي على البوتاجاز. بتحطي حلة فيها مية وفوقيها حاجة أصغر منها، كسرولة بقى، حلة صغيرة، تحطي فيها مقدار الشوكولاتة وتوطي النار خالص. وبرضو ايدك في الشوكولاتة علشان ما تخرصت مننا. نفضل نقلب كده فيها لحد ما كل الشوكولاتة تسيح معانا. حطيتها كده جنبي، وجبت بقى جوز الهند اللي انا كنت سايباه في التلاجة شوية، صبعتهم صوابع صغيرة من غير قالب بقى ومن غير اي تعقيدات كده كتير. لو هتطلعيها مثلا لحد او هدية، حابة شكلها يكون مظبوط اكتر حاجة، ممكن تستخدمي القالب، بس شايفة الموضوع مش مستاهل يعني. صبعناها برضو كده بطريقة كويسة، واخدت نفس الشكل، يعني كل الصوابع كلها قد بعض. اخدوا غطس كده في الشوكولاتة الاول لحد ما خلصت كل الكمية اللي عندي، كانت ابتدت خلاص تمسك نفسها. لو الجو حرر بقى اكتر من كده، ممكن تدخليهم التلاجة 5 دقايق او الفريزر على السريع كده، مش هياخدوا معانا دقيقتين. ولما بتخرجيهم من التلاجة بتديهم برضو غطسة تاني في الشوكولاتة كده، علشان انا عايزة الشوكولاتة تبقى ماسكة نفسها. يعني لو عملناها طبقة واحدة بس ممكن تتكسر معانا بسهولة، فاهمين؟ فاحنا عايزينها تبقى شادة كده وماسكة نفسها حلو. برضو هنكرر نفس اللي عملناه اول مرة، وهنحطها في الفريزر. هتطلع بقى بعد كام دقيقة كده، ونحاول بقى ان احنا نزينها اي تزيين بسيط كده. انا كان عندي شوكولاتة بيضة، سيحتها برضو بنفس الطريقة اللي انا سيحت بيها الشوكولاتة البني، وعملت لها خطوط كده. على فكرة ممكن برضو تعملوا بالشوكولاتة البني خطوط نفس الشوكولاتة اللي احنا عملنا بيها اصلا، بيبقى برضو شكلها حلو قوي. انا بس علشان عندي الشوكولاتة البيضة فحطيت منها. وممكن تسيبيها سايدة كده من غير اي حاجة خالص عادي، هيبقى حلوة برضو مش وحشة. بصوا كل بقى الشوكولاتة اللي نزلت معايا على المفرش السيليكون دي هلمها تاني واستخدمها مرة تانية، مفيش مشكلة يعني، مش هتترمي. بصوا الشبكة برضو بتفرق قوي ان احنا نحط عليها اي حاجة فيها شوكولاتة تتصفى كده. طلعت معايا ولا اتكسرت ولا اتقطمت ولا اي حاجة، ده بسبب الشبكة وبسبب برضو ان احنا اديناها طبقة تاني من الشوكولاتة. وده كده كان شكلها النهائي بقى في التقديم. بصوا شكلها تحفة وطعمها كمان احلى واحلى. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم واستفدتوا منها.
مستنيه بقى لايكاتكم وتشجيعكم ليا بالكومنتات الجميله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.